3 حاجات لو عملتهم وأنت بتذاكر مادة المحاسبة الحكومية الgovernmental accounting هتسهل عليك كتير جدًا. أول حاجة حفظ الtransaction وأنت بتذاكر كل جزئية لازم تحفظ كل transaction موجودة في كل جزئية عندك. تاني حاجة إن أنت تبدأ إن أنت تحل عليها في نفس الوقت اللي أنت حفظت فيه الtransaction، ابدأ إن أنت طبّق عليها في نفس الوقت، لإن أنت طبعًا في طريقة الحل هتكون مختلفة شوية عن حفظ الtransaction. طب إزاي؟ إن أنت عندك وأنت بتحل هتلاقي في حاجات جديدة داخلة معاك في السؤال، فأنت محتاج إن أنت تكون في الأول حافظ الtransaction، بعد كده مدرّب إيدك على الحل، ومن خلال الحل تكتشف الحاجات اللي أنت محتاج تثبّتها أو الحاجات اللي أنت محتاج تتأكد عليها تاني، وكمان هتشوف طريقة الحل بتتحل إزاي والسؤال بيتحل إزاي. تالت حاجة تعمل تلخيص للمادة بتاعتك، يبقى بعد ما بتخلّص كل جزئية ابدأ إن أنت لخّصها في الورقة. يعني أنت مثلًا النهارده عليك 3 شباتر ذاكرهم وابدأ إن أنت لخّص القوانين بتاعتهم في ورقة، بحيث عقبال ما تخلّص المادة كلها تكون أنت لخّصتها في ورقتين أو 4 ورقات، دول هيكونوا مذاكرتك ساعة الامتحان. فساعة الامتحان بدل ما تبدأ إن أنت تجيب المادة من أول تاني وتراجعها، لأ، أنت مجرد ما هتبُص على القوانين بس، تبدأ إن أنت تراجعها مراجعة سريعة كده وبعدين تبدأ إن أنت تحل، عشان تسيب وقت كافي جدًا للحل ساعة الامتحان. ودي كانت أهم الtracks لازم تكون عارفها وأنت بتذاكر مادة الgovernmental accounting المحاسبة الحكومية.